كتير بنسأل إزاي نطلع أحسن نتائج من الذكاء الاصطناعي. النهاردة هنعرف الطريقة بالظبط. كلنا بنمر بالموقف ده. تسأل سؤال والإجابة تطلع عامة جدا أو ملهاش لازمة. طيب المشكلة فين؟ الحقيقة إنها مش في ال AI نفسه، لكن في الطريقة اللي بنسأل بيها. قبل ما ندخل في المعادلة في 3 مبادئ أساسية لازم نعرفها، هي دي اللي بتخلي كل حاجة تشتغل صح. أول حاجة التحديد، كل ما كان الطلب واضح ومفصل كل ما كانت النتيجة دقيقة. تاني حاجة السياق، لازم ندي لل AI خلفية عن الموضوع عشان إجابته تكون ليها علاقة بطلبنا. وآخر حاجة هي البساطة، نستعمل كلام واضح ومباشر لأن ال AI بيفهم الكلام حرفياً. ودلوقتي نيجي للمعادلة نفسها، تركيبة بسيطة من 4 خطوات هتغير كل حاجة. المعادلة هي حدد المهمة، أدي سياق، اختار شخصية، ووضح الشكل النهائي المطلوب. الجزء ده من القالب بيغطي تحديد المهمة وتعيين الشخصية اللي ال AI هيلعب دورها. وهنا بنكمل بالسياق والشكل اللي عايزينه، كده الصورة بقت كاملة عنده. طيب الكلام ده شكله إيه على أرض الواقع؟ تعالوا نشوف أمثلة. شوفوا الفرق، بدل سؤال عام حددنا الدور، المهمة، السياق والشكل المطلوب. ونفس الفكرة تنفع في المحتوى الإبداعي، النتيجة بتكون نص مركز وموجه أكتر بكتير. تمام، بس حتى مع المعادلة دي في كام غلطة شائعة ممكن نقع فيها. أهم حاجة ما نفترضش إنه هيفهم اللي بين السطور، ولازم نراجع ونعدل على كلامه. يعني الخلاصة إن المعادلة دي مش بديل لعقلنا، دي أداة بتخلي شغلنا مع ال AI أحسن. الجملة دي بتلخص كل حاجة، ال AI أداة مساعدة قوية لكن مش فنان مبدع. يعني مهارة كتابة البرومبت الصح هي اللي بتخليه شريك فعال، مش مجرد آلة. إتقان المعادلة دي هو اللي هيحدد مستقبل تعاملنا مع التكنولوجيا دي. يا ترى هتغير طريقة شغلنا إزاي؟